سياده اللواء عصام عامر. صباح الخير. أنا سعيد طبعا بوجودي مع حضراتكم، وبشكر الأستاذ محمد السيد إنه دايما بيجمعنا مع شخصيات جميلة وشخصيات راقية زي حضراتكم، ودايما بيشملنا بمواضيع هامة جدا وقضايا بتهم المواطن وبتهم الوطن. بداية أنا برحب بحضراتكم جميعا وبقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة قرب مولد النبوي الشريف، المدارس، انتصارات أكتوبر بإذن الله المجيدة الشهر المقبل. تاني حاجة أنا بحيي كل الموجودين وكل الحضور بداية من أولياء الأمور، الأمهات والآباء حتى لو مش موجودين، وبحيي ولادنا الجمال اللي هم ليهم تأثير قوي وتأثير مؤثر في المجتمع وناجحين في كافة المجالات اللي بيتكلفوا فيها. أنا مش هطول على حضراتكم، أنا سعيد وأرجو إن يبقى يوم جميل بإذن الله ويوم ممتع للجميع وكلنا نستفيد من وجودنا مع بعض. شكرا لحضراتكم وكل سنة وحضراتكم طيب. سياده اللواء عصام عامر احنا ما بنعرفش نقول التايتل بتاعه، اوكي؟ ولكن ممكن يقول لنا نبذه عن اهتمام الدوله والقياده السياسيه بذوي الهمم او ذوي الهمم. هو طبعا يعني كلنا لابسين ملموس حاليا اهتمام الدوله بدايه من القياده السياسيه المتمثله في معالي رئيس الجمهوريه باولادنا وبناتنا من اصحاب الهمم ومدى الدعم اللامحدود اللي بيقدموا ليهم، وده بينصب في جميع المجالات وفي جميع المناهج، واحنا شايفين دلوقتي ان ولادنا داخلين في كل مناهج الحياه، الاذاعه والتلفزيون، البطولات الرياضيه، الانديه، لا ننسى المناصب القياديه اللي في من ولادنا اصحاب الهمم متولينها سواء في الاذاعه والتلفزيون، رئيس اذاعه القران الكريم. يعني احنا بنشوف اهتمام الدوله اللامحدود بولادنا لان هم يستحقوا كده، ومفيش مجال او كيان هم تدخلوا فيه انما بنلاقي نجاحات غير عاديه منهم. واحنا من خلال وزاره التنميه المحليه بنقول لكم ان اي معونه او اي حاجه ولادنا او ابهاتهم او امهاتهم محتاجينها نتقدم للجهات المعنيه، والجهات المعنيه لا تبذل جهدا في سبيل انجاح هذا الكلام. طب هو انا ساعات بيبقى ليا عتاب على الاهالي او المجتمع تجاره بذوي الهمم. حضرتك بس اديها نبذه كده على اللي بيحصل دلوقتي في المجتمع والسوق، التجاره بالخدمات المتكامله، التجاره بالولاد في جميع المجالات. لا احنا عايزين بس نوجه رساله لاولياء الامور ان اولادنا دول احنا ما ننتجرش فيهم، ده هم ثروه لينا بامكانياتهم وقدراتهم اللامحدوده، ده بالعكس احنا نستفيد منهم. لكن اللي بيلجا لهذا الاسلوب احنا كلنا نمنعه، نقف بالمرصاد دي، لان ولادنا دول زي ما الاستاذ محمد قال في بدايه الحديث دول ذخيره، ومش قصه اللي فيه اعاقه، لا ده هم متفوقين في جميع المجالات. احنا لو اتفرجنا على بطولات العالم اللي كانت مشتركه فيها المصريين في الرياضه في جميع المجالات، احنا بنفاجئ بنماذج عندنا مشرفه جدا. لا بالعكس احنا اللي بنستفيد منهم وبنماذجهم المشرفه وقدراتهم العقليه والذهنيه اللامحدوده اللي احنا الاصحاء قد نكون يعني في مستوى ادنى منه. بس يعني انا عايز اقول ان انتم قدراتكم اعلى من كده بكتير، وانتم منورين الدنيا طبعا كلها.